والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه آمين: أصول طريق القوم أهل الحقيقة هداة الورى المهديين من خير ملة، طهارة أنفاس وصدق مودة وحزق وتجريد وحزق وآداب وتجريد همة. أصول طريق القوم أهل الحقيقة هداة الورى المهديين من خير ملة، طهارة أنفاس وصدق مودة وحزق وآداب وتجريد همة. تكلمنا عن الأصول، أصول الطريق، والتعريف بالطريق نفسه، والتعريف بلفظ القوم، والتعريف بالحقيقة، والفرق بين الحقيقة والطريقة والشريعة. وتكلمنا كذلك يعني عن القوم هم أهل الحقيقة، ليه سموهم قوم وليه هم أهل شنو الحقيقة. دي البحوث التي ناقشناها في الدروس شنو السابقة. غير من كلام واقفين وكان سيدي داود الشاذلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وكان سيدي داود الشاذلي يقول: جلت الحقيقة أن تكون البشرية محلا لتلقيها، ولكن إذا أراد أن يوصلها إليك انبسط شعاع سلطانها عليك، فمهد في قلبك محلا لتلقيها فيها، وجدتها لا بك على حد ما قيل، عارته طرفا رآها به، فكان البصير بها طرفها. طيب يا جماعة، احنا ما تكلمنا عن الحقيقة، وذكرنا إنه الحقيقة تأتي بمعنى نفس الأمر، صحيح؟ وذكرنا إنه الحقيقة تأتي بما يقابل الشريعة والطريقة. هو التقسيم هذا الثلاثي: عندنا شريعة، وعندنا طريقة، وعندنا شنو؟ حقيقة. وده كله تكلمنا عنه، قلنا الشريعة أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده. وذكرنا التفاصيل في المسائل دي في الدروس شنو السابقة. هنا الحقيقة لما ذكر بمعنى آخر، ما بمعنى نفس الأمر ولا بمعنى شنو يعني مقابل الشريعة والطريقة، وإنما ذكر الحقيقة هنا بمعنى سر الخصوصية. سر شنو؟ الخصوصية الحاصل بالوراثة أو الفيض الإلهي. سر الخصوصية، السر الذي جعله الله سبحانه وتعالى لأهل خصوصيته من أكابر عباده، سواء كان من الأنبياء والرسل إلى الأولياء والصلحاء. واضح يا جماعة؟ طيب، سر الخصوصية ده الكشف عنه بيحتاج لاستعداد. سر الخصوصية الكشف عنه بيحتاج لشنو؟ لاستعداد. لأنه الإنسان إذا كان ما مؤهل، ما عنده أهلية واستعداد، إذا ألقي في قلبه هذا السر
يعني يضر به، يضر شنو به، لأنه هو أكبر من مداركه، سواء كانت مدارك الحواس أو مدارك العقول أو مدارك الأرواح، أكبر من المدارك بتاعته. فلذلك الذي فيه الأهلية لتلقي هذا السر عن الله سبحانه وتعالى، سر الاختصاص، لا يجوز له أن يفشي هذا السر لغير المؤهل، لغير يعني من عنده الاستعداد. وش يعني ذكروا إنه في واحد من تلاميذ الإمام أبو يزيد البسطامي عليه رحمة الله ورضوانه، وهذا الرجل يعني كان بيحضر عند الإمام أبو يزيد البسطامي، وعنده صديق مجتهد في العبادة، وصديق مجتهد في شنو؟ في العبادة ومنعزل. يقوم الليل كله ويصوم النهار كله، مجتهد في العبادة جدا ومتبتل. فصديقه ده بيجي وبيقول له يا أخي أنت لو مشيت زرت شيخ أبو يزيد البسطامي يعني بتنتفع منه وبتحصل له زيادة. فقام قال له أنا ما عندي تاني فرقة لزيادة، أنا مقفل تاني أزيد مش وين يا أخو، بس يا هو ذاك لي أكثر من كده ذاته أنا ما عندي حاجة. فالمهم أصر عليه. فأول ما ذهب ونظر في وجه يعني الإمام أبو يزيد البسطامي، الرجل خر مغشيا عليه، فقلب فوجدوه ميت. وجدوا الرجل لماله ميت. فالراجل يعني زي بيعاتب في شيخه، قال له يا أخي ده صديقي وصاحبي وكذا، أنا جبته ليك يقوم. فقال له يا ابني، قال له عندما كان يتعبد في المغارة لوحده كان الله سبحانه وتعالى يتجلى عليه بقدر حاله، فعندما رآنا تجلى عليه الله سبحانه وتعالى على قدر حالنا فلم يطق هذا التجلي. عشان كده أئمة التصوف قالوا الإمداد بحسب شنو؟ الاستعداد. وعندهم قاعدة بيقولوا طعام الكبار سم للصغار. طعام الكبار سم لشنو؟ للصغار. شافع رضيع بيرضع تقوم توكله كمونية وملاح خضرة وملاح هيك وملاح بيموت، ولا ما هو يا جماعة؟ لأنه ما عنده استعداد لتلقي مثل هذا. فقالوا طعام الكبار سم لشنو؟ للصغار. كذلك الواردات الإلهية التي ترد على قلوب الأكابر الصغار لا يطيقونها، يعني من جهة الاستعداد للتلقي عن الله سبحانه وتعالى. سر الخصوصية إما أن يكون عن طريق الوراثة، والوراثة نحن قاصدين بها شنو يا جماعة؟ قاصدين بها اللي هو من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم شنو يعلم. دي الوراثة اللي نحن قاصدينها. يعني الإنسان انتقل من العمل بعلوم الدراسة فحصلت له علوم شنو؟ الوراثة. زي ما قال صاحب التعرف لمذهب أهل التصوف اللي هو اسمه الكلابازي، عنده كتاب اسمه التعرف لمذهب شنو؟ أهل التصوف. وإما أن تكون يعني بمحض العطاء اللي هو الفيض الإلهي من بحر العطاء الإلهي بدون علم، لا عمل بما عمل ولا عمل بما علم ولا غيره. مولى عز وجل من بحر العطاء شنو؟ أفاض له، لأنه المولى عز وجل يعطي بسبب وبغير شنو؟ سبب، ويفيض بسبب وبغير شنو؟ سبب. لأنه إحنا أفعال الله سبحانه وتعالى زي ما قرينا في العقائد لا نقيدها بأفعال المكلفين، والمولى عز وجل لا يتأثر بفعل مخلوق من المخلوقات.
حتى يفيض عليه لأجل ذلك، وإنما كل هذا بفضل شنو؟ العطاء. فنحن لا بد أن نؤمن بأنه يعني سر الخصوصية ربما يحصل عن طريق الوراثة اللي هو العمل، سببه العادي هو العمل بالعلم الصحيح. من عمل بما علم ورثه الله علم شنو؟ أو بسبب الفيض الإلهي. واضح يا جماعة؟ وسر الخصوصية هذا هو السر المكتوم عن غير أهله، هو السر المكتوم عن غير شنو؟ عن أهله. مش هنا قال ففي السر أسرار دقاق لطائف تباح دماؤنا لو أننا بها بحنا، وقال بالسر إنباح تباح دماؤهم، فكذا دماء البائحين تباح. ليه؟ لأنه يا جماعة هذه علوم لأهل الخصوصية. مش السيدة عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسم الأعظم في الحديث في كتب الحديث، قال لا إنه لا ينبغي لك يا عائشة، إنه لا ينبغي لك يا عائشة. بعد ذاك دعت بدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني الاسم الأعظم متضمن في هذا الدعاء، ما عينوا لها. دي أم المؤمنين. فمعناه يعني في بعض الأشياء مالوا يا جماعة مظنون بها لغير شنو؟ أهلها. فهنا دي الحقيقة المقصودة اللي هو سر الخصوصية الحاصل بالوراثة أو الفيض الإلهي والمكتوم عن غير شنو؟ أهله. طيب، وكان سيدي داود الشاذلي رضي الله عنه يقول جلت الحقيقة، جلت الحقيقة أن تكون البشرية محلا لتلقيها. يا جماعة في اثنين، الإنسان عنده وجهين، عنده وجه البشرية اللي هو من جهة كونه بشرا، وعنده الوجه الثاني اللي هو وجه الخصوصية. فهمتوا المسألة يا جماعة؟ فالإنسان من جهة كونه بشرا الحقيقة أجل من أن يكون الإنسان من جهة بشريته محلا لتلقيها، هي أرفع من ذلك، هي أرفع شنو؟ من ذلك. طيب، إذا المولى عز وجل داير يجعل الإنسان أهل لتلقي هذه الحقيقة، قال ولكن إذا أراد أن يوصلها إليك انبسط شعاع سلطانها عليك. شعاع سلطان الحقيقة اللي هو النور بتاع الحقيقة انبسط عليك، فمهد يعني هيأ في قلبك محلا لتلقيها فيها أو لتلقيها فيها. مهد في قلبك محلا لتلقي هذه الحقيقة شنو؟ فيها. بعد ده هنا بتكون في كلمة ناقصة، إما أن تكون ثم وجدتها لا بك، وتكون في ثم هنا أو ما يشابه شنو؟ ثم، عشان الكلام يكون مربوط. ثم وجدتها لا شنو؟ لا بك. أنت ما تلقيت الحقيقة بنفسك ولا من جهة كونك إنسانا، وإنما تلقيت الحقيقة بتهيئة الله سبحانه وتعالى لك لتلقيها. فتلقي الحقيقة لا بك وإنما هي بالله سبحانه وتعالى. فأنت تلقيت عن الله بالله لا بنفسك، تلقيت عن الله بالله لا بشنو؟ لا بنفسك. دي مسألة مهمة جدا، على حد ما قيل أعارته طرفا رآها به فكان البصير بها طرفها. أعارته بصرا، والبصر ده ما عنده هو في نفسه، وإنما الذات أدته بصر على وجه الإعارة، وهو من جهة إنسان لا يمكن أن يكون عنده هذا البصر إلا من جهة الاختصاص.
أعارته طرفا رآها به، طرفا يعني بصرا، فكان البصير بها طرفها. ما هو فكان البصير بها طرفها، ولا ما فهمتوا هذه؟ وده كلام بتاع الشريف التلمساني، كلام الشريف منه مو التلمساني، شريف المقدسي، شريف المقدسي في أبيات اللي هو قال: ومخطوبة الحسن محجوبة، ومخطوبة الحسن محجوبة. هنا المخطوبة قاصد بها الحقيقة، قاصد بها شنو؟ الحقيقة. ومخطوبة الحسن محجوبة ولا تألفن سوى إلفها، يعني هي ذات الحقيقة دي نافرة، فالذات التي ستكون فيها لا بد أن تكون موافقة لها، بينها وبينها إلف، مؤالفة، ولا ما فهمتوها؟ ومخطوبة الحسن اللي هو شنو؟ حقيقة محجوبة ولا تألفن سوى إلفها، إذا ما تجلت على عاشق وأهدت إليه شذا عرفها أو عرفها، شذا عرفها يعني رائحتها، تغيب الصفات وتفنى الزوات بما أبرز الحسن من لطفها. يعني ذات العاشق ما هي المعشوق الحقيقة، ذات العاشق ده صفاته وذاته ماله أي تذوب أو تغيب الصفات وتفنى الذوات بما أبرز الحسن من لطفها، يعني ما أظهر حسن الحقيقة من لطفها. الحسن هو الذي أظهر لطف الحقيقة. واضح يا جماعة؟ فإن رام عاشقها نظرة لم يستطع لعلى وصفها. العاشق إذا أراد أنه ينظر لها ماله لم يستطع لعلى شنو؟ أعارته طرفا رآها به، فكان البصير بها طرفا. فهنا هو من جهة كونه بشر قالوا يا جماعة لا يستطيع، لكن هي التي أعارته الطرف الذي رآها به، فكان البصير بها طرفها. ولا ما مفهوم الكلام ده يا جماعة؟ وهنا الحقيقة ذكرنا هي سر شنو؟ الخصوصية، سر الخصوصية. طيب في كلام عجيب في مسألة التهيئة، هذه ذكروا الشيخ أحمد بن عجيب الحسني في شرح الحكم. واضح؟ هو عندما تكلم عن الوارد، نحن عندنا الورد ده اللي بتعملوا انت، والوارد هو اللي بيجيك. ولا ما واضح؟ طيب قال: الوارد نور إلهي يقذفه الله في قلب من أحب من عباده. الوارد نور إلهي يقذفه الله في قلب من أحبه، وهو على ثلاثة أقسام. الوارد ذاته على شنو؟ على حسب البداية والوسط والنهاية. يعني وارد أهل البدايات غير وارد أهل الوسط غير وارد شنو؟ أهل النهايات. وارد أهل البدايات قالوا الوارد الأول اللي هو وارد الانتباه، وارد شنو؟ الانتباه، وهو نور يخرجك من ظلمة الغفلة إلى نور اليقظة. وارد الأول نور يرض على قلبك بيخرجك من ظلمة الغفلة إلى نور شنو؟ اليقظة، تكون يقظ بعد ما كنت معلق بالدنيا غافل عن الله سبحانه وتعالى وغافل عن هذه المعاني العالية، وكيانك كله متجه إلى اتجاه معين. يأتي هذا الوارد على قلبك فينقلك من هذه الغفلة إلى اليقظة، تكون يقظ منتبه. واضح يا جماعة؟ طيب
وهو لأهل البداية من الطالبين. هذا الوارد الذي يرد فينقل الإنسان من ظلمة الغفلة إلى نور اليقظة هو لأهل البداية من شنو؟ من الطالبين. فإذا تيقظ من نومه، ما مقصود به النوم ذا، مقصود به الغفلة عن هذه المعاني العالية والانشغال بالحس وبالدنيا. فإذا تيقظ من نومه وانتبه من غفلته واستوى على قدمه، قام على حيله طالبا لربه، فيقبل عليه بقلبه وقالبه وينجمع عليه بكليته. ده الوارد الأول. توجه قلبك لجهة، الوارد ده نقلك لتوجه ثاني وخلاك انت مقبل على الله سبحانه وتعالى بكليتك. واضح يا جماعة؟ طيب ده الوارد الأول، إن شاء ربنا يجعلنا منه ينجمع عليه بكليته. دي أهل البداية يا جماعة. الوارد الثاني اللي هو وارد الإقبال. وارد شنو؟ الإقبال. الأول وارد الانتباه، الوارد الثاني وارد شنو؟ الإقبال. وهو نور يقذفه الله في قلب عبده فيحركه لذكر مولاه ويغيبه عما سواه، فلا يزال مشتغلا بذكره غائبا عن غيره حتى يمتلئ القلب بالنور ويغيب عما سوى المذكور فيخرج عن سجن الأغيار ويتحرر من رق الآثار. يا جماعة الناس بيتخيلوا الذكر إنه أنت تمسك سبحتك وتقعد شنو؟ تذكر. هاي بس مسكت سبحتك وشغال بتذكر، بتخيلوا إنه ده الذكر. وهم التصوف عندهم ده الذكر الأدنى، ده الذكر بتاع ناس ساي، يعني ناس ساي. ولا ما مفهوم الكلام ده؟ الذكر عند أئمة التصوف هو الحضور مع الله سبحانه وتعالى في كل لحظة ونفس. وده الذكر، حضور مع الله سبحانه وتعالى في كل لحظة ونفس. ده ذكر أهل النهايات. وفي ذكر أهل البدايات اللي هو تمسك سبحتك وكده. ونحن ذكرنا الكلام ده قبل كده، قلنا الشيخ عبد الغني النابلسي قال شنو؟ قال أنا في المذكور، أنا في المذكور والجاهل في الذكر والفكر وعقد السبح. الجاهل في الذكر والفكر وعقد شنو؟ السبح. كلنا من نخلة واحدة. ده كويس وده كويس، كلنا من نخلة ولكن العجوة غير البلح. ولكن شنو؟ العجوة. وهناك قال شنو؟ قال عجبت لمن يقول ذكرت ربي فهل أنسى فأذكر ما نسيت. فالذكر المذموم عند أئمة التصوف هو الذكر المقابل بالنسيان. عجبت لمن يقول ذكرت ربي فهل أنسى فأذكر ما نسيت. شربت الحب كأسا بعد كأس فما نفذ الشراب وما رويت. زمانك يعني كنا قاعدين الطريف يونس و اسمه شنو بروفيسور عصام البوشي، احنا قاعدين بنسمع. فقام البروفيسور عصام البوشي قال لابد انه السالك يكون يعني مشربه جهنمي، مشربه
قلنا له كيف هو سالك ويكون مشربه مشرب جهنم يعني كيف ذا؟ قال ما الله قال ويوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد؟ فقال من هذه الجهة. ويوم نقول، وده كلام عديل يعني ما كلام عوج، لكن أحرج شوية ماله أحرج، هاي الطحن أحرج. فقال عجبت لمن يقول ذكرت ربي فهل أنسى فأذكر ما نسيت، شربت الحب كأسا بعد كأس فما نفد الشراب وما رويت. واحد ثالث قال شنو؟ قال بذكر الله تزداد الذنوب، بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، وترك الذكر أفضل كل شيء وشمس الحق ليس لها غروب. فهو هنا بيتكلم عن الذكر المقابل بالنسيان، ما بيتكلم عن الذكر بمعنى شنو؟ يعني العارف إذا ذكر الله معناه ذكره هذا سبقه نسيان، فالنسيان الغفلة عن الله سبحانه وتعالى عند العارفين من أكبر الذنوب. فهنا بذكر الله يعني الذكر المقابل للنسيان. فإذا يا جماعة نحن عندنا في التصوف نوعين من الذكر، اللي هو الذكر اللي هو الأوراد اللي يشتغلوا بها الفقراء دي، والذكر الثاني شنو؟ اللي هو الحضور مع الله سبحانه وتعالى في كل لحظة ونفس. نرجع للكلام ده كله نحاول نفهمه بالفهمين عشان كلام ابن عجيبة يكون لنا شنو؟ واضح. هاي وارد الإقبال قال وهو نور يقذفه الله في قلب عبده فيحركه لذكر مولاه. فيحركه لشنو؟ لذكر شنو؟ مولاه. الاثنين اللي هو الذكر بتاع والذكر اللي هو الحضور شنو؟ ويغيبه عما سواه فلا يزال مشتغلا بذكره غائبا عن غيره حتى يمتلئ القلب بالنور ويغيب عما سوى المذكور فيخرج من سجن الأغيار ويتحرر من رق الآثار. ما سعى الناس كلها قلوب معلقة بالمكونات دي، بالمخلوقات دي بتشاهد فيها، والمكونات دي كلها غير الله. انت مفروض يكون قلبك مع شنو؟ مع الله. المكونات أغيار يعني غير الله، أشياء غير الله، انت مفروض يكون قلبك مع الله. ولا ما واضح الكلام ده يا جماعة؟ طيب الآثار جميع المكونات هي آثار القدرة، هي آثار شنو؟ القدرة. ولا ما يهو؟ فنحن محصورين بهذه الأغيار، بنشهد الأغيار وصور الأغيار منطبعة على قلوبنا، وهذه الآثار آثار القدرة منطبعة على قلوبنا، فنحن بننظر لها هي فقط، وبصرنا ما بينفذ من خلالها إلى القدرة وإلى القادر. فإذا نظرنا لها وأثبتنا وجودنا وجودها وبصرنا نفذ منها إلى القدرة وإلى القادر، ده عرفان. لكن لما نقيف على الآثار فقط ولم نشهد المؤثر عندها أو قبلها أو بعدها، ده ماله يا جماعة؟ ده سجن. احنا قاعدين إلى الآن زي ما قال ابن عطاء الله يا سكندري، قال بس كحمار الرحى، شغال بس يدور في الآثار دي، شغال بيدور في شنو؟ في الآثار. ده ذكر، ده قال الوارد الثاني اللي هو وارد الإقبال، وده حق أهل الوسط، ناس في الوسط يا جماعة. طيب هناك قال شنو؟ هناك برضو اللي هو الشريف المقدسي ده بتاع أعارته طرفا رآها به فكان البصير بها طرفها. أعارته طرفا
رآها به فكان البصير بها طرفها. هناك قال شنو؟ أيها العاشق معنى حسننا، أيها العاشق معنى حسننا، مهرنا غال لمن يخطبنا، جسد مضنى، جسد مضنى، وروح في العنا، وجفون لا تذوق الوسنة. نو تذوق تذوق ما تعرف. واضح يا جماعة؟ أيها العاشق معنى حسننا، مهرنا غال لمن يخطبنا، جسد مضنى، وروح في العنا تعب، وجفون لا تذوق الوسنة نوم، وفؤاد ليس فيه غيرنا، وفؤاد فإذا ما شئت أدي الثمن، فإذا ما شئت أدي الثمن. انت بالك وباله اسمع بس، انت اسمع بس. فإذا ما شئت أدي شنو؟ الثمن. واضح؟ قال فاخلع النعل إذا جئت إلى ذلك الحي ففيه قدسنا. خلعنا عليك فإنك بالوادي المقدس طوى، ده فهمهم هم. خلع النعل إذا جئت إلى ذلك الحي ففيه قدسنا، وعن الكونين كن منخلعا. معناه أن خلعنا عليك نعال الكونين، كون الدنيا وكون الآخرة، تشيل برا. وعن الكونين كن منخلعا، وأزل ما بيننا من بيننا. الكونين ديل اللي بينك وبين الله، إذا شلتهم برا فما ثم إلا الله سبحانه وتعالى. واضح؟ خلع النعل إذا جئت إلى ذلك الحي ففيه قدسنا، وعن الكونين كن منخلعا، وأزل ما بيننا من بيننا. فافنى إن شئت فناء سرمدا، فالفنى يدني إلى ذاك الفنا. فإذا قيل من تهوى فقل أنا من أهوى ومن أهوى أنا، لكن بعد الترتيب ده كله فقل أنا من أهوى ومن أهوى شنو؟ أنا. طيب ديل ناس الوسط يا جماعة، ديل ناس شنو؟ الوسط الأخير اللي هو وارد الوصال. ما هو قال وارد الانتباه، ووارد الإقبال، ووارد شنو؟ الوصال. وارد الوصال قال هو نور يستولي على قلب العبد، يستولي على قلب شنو؟ العبد. ثم يستولي على ظاهره وباطنه. فهنا الاستيلاء على الظاهر والباطن معا، فيخرجه من سجن نفسه ويغيبه عن شهود حسه. انت قبل ما بتشهد الأكوان كلها، ده بتاع الوسط. المرة دي انت ما بتشهد نفسك وما بتحس بها هي ذات، ما بتشهد نفسك ولا تحس شنو بها. دي المستويات الثلاثة من التهيئة للقلب للتلقي عن الله سبحانه وتعالى. معناه عشان المولى عز وجل يهيئ قلبك للتلقي عن الله سبحانه وتعالى، والحقيقة تنزل في القلب اللي هو سر الخصوصية، لا بد هذه المراحل الثلاثة تمر بها، اللي هو وارد الانتباه، ووارد الإقبال، ووارد شنو؟ الوصال. دي التهيئة. ده معنى كلام سيدي داود الشاذلي، يقول جلت الحقيقة أن تكون البشرية محلا لتلقيها، ولكن إذا أراد أن يوصلها إليك انبسط شعاع سلطانها عليك، فمهد في قلبك محلا لتلقيها أو لتلقيها فيها. فإذا وجدتها ثم وجدتها لا بك، ثم وجدتها لا بك، ما بنفسك.
على حد ما قيل أعارته طرفا رآها به فكان البصير بها طرفها. نعم. أفضل سطرين إلا نكملين. أعلم.